لا يمكننا الانطلاق في العالم ونحوه بدون أن نعرف ذواتنا. من المهم جدا أن نعرفها لنحقق كل أهدافنا وننطلق في هذه الحياة، وهو موضوع حلقتنا لهذا اليوم: معرفة الذات وفهمها بشكل صحيح. سوف تشاركنا اليوم ضيفتنا الأستاذة حليمة رمضان، استشارية أسرية واجتماعية، ولكن ابقوا معنا بعد هذا الفاصل، سوف نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم قوارير على قناة فضائية السلام. إن شاء الله تكونون بخير، ومعنا حلقة جديدة وموضوع جديد ألا وهو معرفة الذات وفهمها بشكل صحيح مع الأستاذة حليمة رمضان، استشارية أسرية وتربوية واجتماعية. مرحبا بك أستاذة حليمة معنا. حياك الله، أهلا وسهلا أختي نورة، وجزاكم الله خير مرة أخرى على الاستضافة وعلى اللقاء، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا جميعا بألف خير إن شاء الله يا رب. في البداية أستاذة حليمة، ما هو مفهوم الذات كمنطلق يعني؟ دعيني أول نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله. فالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا. اللهم إن كنا لا نقصد وجهك فإنا نستغفرك ونقصد وجهك. اللهم إن كنا لا نقصد وجهك فإنا نستغفرك ونقصد وجهك. أختي العزيزة، كالعادة دائما نبدأ بمسألة المفاهيم والاتفاق على المفاهيم والمعاني، حتى يستطيع طبعا المشاهد والمستمع أن يعني يعرف ما هو لقاءنا أو عندما نستخدم كلمة الذات فماذا نقصد بكلمة الذات. طبعا كما ذكرتي أنها يعني هذا المفهوم مفهوم جدا مهم حتى نستطيع أن نصبر أغواره أولا، وأن نعيش أيضا الحياة بمفاهيم واعية. فهذه الكلمة، كلمة الذات، طبعا يعني كلمة قد الفلاسفة وعلوم الإنسانية القديمة. فيعني درسها أرسطو وأفلاطون وسقراط ومرورا بابن خلدون والعهد الجديد. يعني الكل تحدث عنها، تحدث عنها علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء والفلاسفة. خرجنا بعد كل هذه العلوم وفي كل هذه أصحاب يعني من هؤلاء المنظرين، يعني خرجنا بمفاهيم كثيرة، ولكن قد أختصر هذا المفهوم بعبارات بسيطة، وهي الكم الذي يعيشه الإنسان من الأفكار، من المعتقدات، من القيم، من الخبرات، من مواقف التي مرت بها، من تجارب الحياة، من التنشئة الاجتماعية. فذواتنا هي خليط من كل هذه الأمور، هي خليط ومزيج من الأفكار والمعتقدات والقيم، وإن شاء الله تعالى نتطرق لها مع يعني الآن بإذن الله تعالى في المحاور القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. وكيف نستطيع أن نعرف هذه الذات ونعرف ذواتنا بالضبط؟ كما ذكرت لك، عندما نبحث ويعني ونبحر في مفهوم الذات، نجد أنها تعلقت بأكثر من، يعني نحن عندما نتحدث ونقول الذات، فماذا نقصد بهذه الذات؟ الذوات يعني ولا أريد أن أتبحر في في علم النفس وعلم السلوكيات، ولكن يختلف يعني مثلا هل هي نحن نتحدث عن الذات من ناحية الفكر والتفكير، أم نحن نتحدث عن الذات من ناحية السلوك، أم أننا نتحدث عن أنماط الشخصيات. فيعني نعرف أنه يعني في كثير من التوجهات التي ترتبط بمفهوم الذات. فلو تحدثنا مثلا عن مفهوم الذات من ناحية التفكير، نحن كبشر لدينا اختلافات في أساليب التفكير، وهذه التي تصنع منا ذواتنا. فهناك من الأشخاص ما نسميهم الأشخاص العقلانيون، الأشخاص الذين يعني يعتمدون على المنطق، يعتمدون على التحليل، يعتمدون على
على الأرقام في سواء فهم ذواتهم أو في فهم الآخرين أو حتى في التواصل والتعامل مع الآخرين. وهناك من الأشخاص أو الذوات التي نسميهم نحن بالعاطفيون أو المشاعريين، الذين تطغى عليهم العاطفة والمشاعر في تفكيرهم، في تواصلهم، في تعاملهم مع الأمور. وهناك ما نسميهم التنفيذيون هؤلاء الأشخاص الذين لا يستطيع أن يتحرك إلا أن يمشي بخطة، لا يستطيع أن يقوم، لا يتخذ قرار إلا بتخطيط، لا يتخذ قرار إلا وهو يبحث على ما نسميها إجراءات. وهناك الأشخاص الذين نسميهم أو الذوات اللي ينطبق عليهم الإبداع، المبدعين، وهم الإبداعيون الذين لا لا يفكرون لا بزمن ولا بمكان. أحيانا تأتي الفكرة الإبداعية في أي زمن. فهذا نوع من أنواع الذوات التي اللي ترتبط بالتفكير. وهناك الذوات التي لها علاقة بالشخصية وعلوم الشخصية، وهذا طبعا هو بحر كبير في مجال علم النفس، لا أتطرق عليه كثيرا، ولكن نعرف طبعا أبو علم النفس، وكما ذكر فرويد أن الشخصيات اللي هي عندما تتحدث عن الهو والأنا والضمير والأنا العليا، هذه أيضا تؤثر على ذواتنا وعلى تفكيرنا، على تعاملنا، أو على ما كيف أصبحت ذاته. وهناك ما له علاقة بالسلوكيات. الآن عندما نتحدث عن السلوكيات أيضا هناك بالمناسبة، نحن عندما نبحث عن موضوع الأنماط الشخصيات أو عن الذوات، هناك المئات من المقاييس أو المعايير التي نستطيع أن نقول أنها تحدد هذه الذات، ولكن بعجالة نقول أن هناك أنماط متعلقة بالسلوكيات، وهي أيضا تنطبق عليهم القول عندما نقول هذا إنسان اجتماعي وهذا إنسان انطوائي، أو هذه ذات فيها نوع من الوسواس. هناك الشخص المحافظ، وهناك الأشخاص كثير من الأنماط الشخصيات التي لا يستطيع الآن هذه في عجالة أن نتحدث عنها، ولكن ببساطة أو باختصار نقول أن هذه بعض أنواع الذوات. وكيف نستطيع أن نكتشف ما هي ذاتنا من بين هذه الأنواع؟ كيف يمكن أن نخرج هذه الذات ونعرف أن هذه هي نمطنا أو هذا ذاتنا؟ طيب، أنا عادة أستخدم أبسط هذه المقاييس أو المعايير. هناك لو نشارك الصورة الأولى حتى أشرح، حتى أستطيع أن أطبق لها، لو يستطيعوا أن يشرحوا لي يضعوا لي إياها في الشاشة. هناك موضوع نسميه أو مقياس أو شيء يقاس به الذات، كيف أنا أعرف ذاتي، هذا نسميه هناك. وهذه طبعا نظرية من نظريات علماء، من أحد علماء النفس يسمى جو أند هاري. جو هاري هم شخصين بالمناسبة، جو أند هاري. ذكر إنه الإنسان لديه 4 مناطق في ذاته، لدينا 4 مناطق. في هناك منطقة كما ترون، في هناك المنطقة المفتوحة والمنطقة العمياء والمنطقة القناع ومنطقة مجهولة. نحن أنا نفسي عشان حتى أعرف نفسي، في بعض بعض المناطق مثلا نقول في ذاتي تكون مفتوحة، نعرفها أنا ويعرفها الآخرون، يعرفوا أني أنا امرأة، أن اسمي كذا، أنه لون بشرتي كذا، هذه واضحة الكل يعرفها. وهناك منطقة لا تعرفها أنت ويعرفها الآخرون، هناك منطقة عمياء سبحان الله، حتى قد أحيانا أنا لا أصدق عندما أقول لفلان، لما يقول لي فلان أنت إنسانة عصبية. طب أنا لا أدرك أحيانا أن أنا إنسانة عصبية، لأن هناك بعض الأمور في ذاتي لا ندركها إلا بنوع من العمق في التواصل والفهم للذات. وأيضا هناك منطقة نسميها منطقة القناع، وهذه منطقة أنا أتحكم فيها. منطقة القناع أنا بعض الأمور أو بعض الأشياء التي لا أريد أن أشاركها أنا مقنعة مختفية، لكنها أنا أنا أخفيها، لا يعرفها الآخرون عني. ولكن هناك أيضا منطقة مجهولة، وهذه أصعب منطقة، اللي هي لا تعرفها أنت ولا يعرفها الآخرون. أحيانا تحصل لدينا بعض الإشكاليات أو بعض الاضطرابات
أحيانا الشخص نفسه لا يدركها ولا يدركها من حوله. في هذه الحالات أحيانا نحتاج إلى ما نسميه يعني طلب المساعدة التخصصية أو العلاج. ولو تشاركيني أيضا يا أختي الصورة اللي بعدها أبدع فيها المصورون، يعني عندما حاولوا أن يظهروا النوافذ بصورة يعني أوضح، فكانت فعلا رسموا رسمة كأنها حجرات. نعم. كما ذكرت أن هذه الصورات تظهر أكثر النافذة أو الأدوات التي تستخدم في فهم الذات أو كيف استخدموها جو أند هاري في فهم الذات. فالآن كما ذكرت أن هناك حجرات أو أنها حجرة بنوافذ، وهذه الحجرة لديها 4 نوافذ. هناك بعض النوافذ مفتوحة بالكامل يستطيع أن يراها الشخص، يستطيع أن يراها الآخرون، وهناك بعض النقاط أو المناطق أو النوافذ العمياء التي لا يستطيع أن يدركها، قد يدركها الآخرون ولا يدركها الشخص نفسه. وأحيانا كما ذكرت هناك بعض الأشخاص الذين إذا ذكرنا أنهم إذا أخبرناهم بأنك أنت إنسان عصبي يقول لا أنا لست عصبيا، هو الموقف كان يستدعي ذلك، أو أنتم من تجعلونني انفعالي. فتجد أحيانا أن الشخص نفسه قد لا يعرف بعض الأمور عن ذاته. وكما ذكرنا هناك منطقة مجهولة، هذه المنطقة المجهولة أحيانا قد تكون هي مجهولة للاثنين، للآخرين ومجهولة للشخص نفسه. وكما ذكرت أحيانا يقوم بعض الأشخاص ببعض التصرفات أو هناك يعانون من بعض الاضطرابات التي لا يدركوا أسبابها. في هذه الحالة أحيانا يحتاج إلى المساعدة، أنا قد نقول، أو ممكن أن نقول المساعدة التخصصية. والمنطقة الخاصة طبعا هي منطقة خاصة بي ومنطقة القناع، هذه أنا فقط اللي أتحكم فيها، وهذه فقط اللي أنا أعرفها عن ذاتي ولا أريد الآخرين أن يعرفوها. فهذا باختصار بسيط بعض المقاييس أو بعض النظريات التي تساعدنا على فهم ذواتنا. وما هي أهمية معرفة الذات؟ نعم، هذا سؤال جدا مهم بصراحة وضروري، لأنه في بعض الناس ليس لديه العمق في فهم ذاته، يعني وهذا أمر يعني فعلا يعني ضروري جدا أن تفهم ذاتك، لأنك أنت أولا فهمي لذاتي يساعدني على أعرف قدراتي وأعرف يعني مداركي، أنا أدرك مدى قدرات التي وضعها الله لدي. يعني بعض الناس دائما عندما نطلب بعض الأحيان لما نطلب من أشخاص بعمل شيء معين يرد بكل بساطة الآية المعروفة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، نحن نعرف أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن هل أدركنا مدى هذا الوسع؟ يعني بعضنا أحيانا لا ندرك حتى مدى الطاقات اللي موجودة داخلنا. الله تعالى لم يخلقنا إلا وهو عارف قدراتنا، صح؟ ولكن في بعض الأحيان نحن لا نستخدم هذه القدرات ولا ندركها، لأننا ليس لدينا إدراك بذواتنا. بدليل بأبسط الأمور أحيانا نكون متكاسلين، ولكن عندما يكون لديك due date زي ما يقال إنه عندك موعد معين لأن تسلم عمل معين، نجد أن كل الطاقة خرجت. طب أين كانت هذه الطاقة عندما قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ففهمي لذاتي يساعدني على فهم هذه القدرات، يساعدني على إدراك مدى المواهب التي لدي. أيضا يساعدني فهمي لذاتي يساعدني على أن أتخطى بعض المشاكل. يعني أحيانا هناك بعض المشاكل التي تواجهنا أو خاصة في فهمنا لأنفسنا وفهمنا للآخرين، فلا أستطيع أن أدرك هذه المصاعب إذا لم أدرك ذاتي، إذا لم أعرف كيف أتواصل مع ذاتي. شكرا لك أستاذة حليمة، حتى أستطيع أن أتواصل مع غيري. سوف نواصل فهذه بعض الأشياء بإذن الله التي تساعدنا. نعم، سوف نواصل بإذن الله في نقطة أهمية معرفة الذات، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا مشاهدينا الكرام.
مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامج قوارير، وعدنا لكم بعد الفاصل في موضوع معرفة أهمية معرفة الذات وتحقيقها وتطويرها مع الأستاذة حليمة رمضان، استشارية أسرية وتربوية واجتماعية. مرحبا بكم مجددا أستاذة حليمة. أستاذة حليمة. أهلا بك مرة أخرى أختي، وكنا نتحدث عن الأهمية. نعم، أهمية، فنواصل في موضوع الأهمية. نعم، موضوع الأهمية كما ذكرت من أهم الأمور التي تساعدني عند فهم ذاتي. أولا فهم ذاتي أنا، لأني أنا إذا ما كان لدي عمق في فهمي لذاتي وفهمي لمداركي لا أستطيع أن أفهم الآخرين. فرقم واحد هو فهمي لذاتي، وهذا الشيء اللي يساعدني على فهمي للآخرين وأن أضع نفسي مكانهم. كما ذكرنا أن هذه الذوات لها أنماط مختلفة، فإذا أنا عرفت مثلا نمط الذاتي أنا فيكون من السهولة جدا أتواصل مع الشخص الآخر، وأيضا أني أفهم الآخرين. فإذا أنا فهمت ذاتي وفهمت الآخرين فمسألة التواصل والتعامل بين الناس تكون سلسة وسهلة جدا. فمسألة يعني هل هي مهمة؟ نعم، هي مهمة جدا أن أفهم ذاتي. جميل. وما هي الأنماط الذات المختلفة التي يمكن أن نتطرق إليها أيضا؟ طيب، كما ذكرت أنا لو يعني أتكلم عن يعني لا أحبذ التحدث عن الناحية النفسية لأنه بصراحة ليست بعمق يعني تخصصي، ولكن أتحدث دائما عن العلاقات، لأنه أنا أكثر ما يعني التعامل لي هي بالعلاقات الإنسانية. فالعلاقات الإنسانية كما ذكرت يحدها السلوكيات، تحدها أنماط الشخصية، ويحدها أيضا أو يحددها أساليب التفكير. فأساليب التفكير هذه تلعب دورا كبيرا في فهمنا لذواتنا. فمثلا إذا كانت هذه المرأة من الناحية، وهذا أيضا يعني لا نختلف عليه كثيرا أنه التفكير المرأة يختلف أحيانا عن تفكير الرجل. فإذا كانت هذه المرأة من ذوات الانفعال العاطفية، فإذا كانت هذه المرأة عاطفية ويكون الرجل المنطقي والعقلاني، أحيانا لأنه هذول قطبين يعني متباعدين، فأحيانا يكون هناك صعوبة في الفهم. ولكن إذا أنا فهمت ذاتي أو استوعبت أن مثلا أنا من الناحية أنا مشاعرية، وهذا الرجل أو هذا الزوج من المنطق العقلاني، فنستطيع في ذلك الوقت أن نفهم لماذا يتصرف هذا الرجل بهذه الطريقة، ولماذا تتصرف هذه المرأة بهذه الطريقة، لماذا تبكي المرأة، ولماذا يعني ينفعل الرجل، لماذا يقيس الرجل مثلا تعاملاته بمنطق الأرقام ومنطق التحليل، ولماذا المرأة تفكر أو تقرر دائما بالناحية العاطفية، لأن هذه النمط ذاتها وهذا النمط ذات هذا الشخص. فعندما ندرك كل شخص وطبيعة ذات هذا الشخص فيكون من السهل جدا أن نتعامل نفهم ذواتنا. لكن ونستطيع أن نحكم على بعض بدون ما نعطي الأحكام المسبقة أنه لا هذا لا يشعر، هذا إنسان أناني، هذا إنسان كذا، أو العكس إذا كنا هذه إنسانة يعني غير متحملة المسؤولية، هذه دائما عاطفية، هذه دائما تبكي. ففهمنا لذواتنا يساعدنا دائما على التواصل. هذا نمط. أيضا هناك أنماط أخرى كما ذكرنا الأشخاص اللي لديهم نوع من الكيرينج، يعني الاهتمام، دائما يهتموا بالآخرين. هناك من لديه نسميها المهارات أو الطبيعة الذات القيادية. هناك الأشخاص الانسحابيين اللي لا يحبوا المواجهة. فهناك عالم من أنواع الشخصيات وطبيعة الذات التي يعني أحيانا هي التي تتحكم في سلوكياتنا وفي تصرفاتنا. هناك أيضا مصطلحين كثيرا ما نسمعهما، معرفة الذات وتقدير الذات. ما هو الفرق بينهم هذه المصطلحين؟ حقيقة المعرفة هي المعرفة، يعني معرفة الذات ومعرفتي كما أدركنا وما لا أريد أن أكرر، هي معرفة ذاتي ومعتقداتي وقدراتي. أما التقدير
التقدير يختلف عن التقدير الذاتي عن معرفة الذات. التقدير هو نوع من الحاجات النفسية للإنسان، وقد يعرف أغلبنا مثلا هرم الحاجات الإنسانية لمازلو، وإذا ممكن أن نشارك الصورة الأخيرة، هذا الهرم فيه الحاجات التي يشترك فيها يعني هذه الحاجات الإنسانية كلنا كبشر نحتاج إلى هذه الحاجات، وهذا ما تحدث عنه عالم النفس مازلو. هناك طبعا حاجات فسيولوجية، وهناك حاجات الأمان، ثم الاجتماعية، ثم التقدير، ثم تحقيق الذات، تأتي هرميا. في قاع الهرم يأتي الحاجات الفسيولوجية التي جميعنا كبشر نحتاج إليها، يعني نحتاج إلى الطعام وإلى الماء وإلى النوم وإلى التوازن، كل هذه الأمور التي نشترك فيها جميعا نحن البشر. ثم تأتي بعد ذلك الحاجة الأمان، وهذا الأمان قد يكون يعني يختلف في الأمن الوظيفي والأمن الأسري والأمن الصحي، كلنا نسعى إلى هذه الحاجة. ثم نتدرج بعدها إلى الحاجات الاجتماعية، نحن كبشر نحتاج إلى أسرة، نحتاج إلى الزوج يحتاج إلى زوجة، نحتاج إلى أصدقاء، نحتاج إلى ألفة، هذه تندرج تحت الحاجات الاجتماعية. ثم بعد ذلك تأتي تحقيق حاجة التقدير، وعندما نتحدث عن تقدير الذات ونحن نتحدث عن تقديري أنا واحترامي أنا لذاتي وثقتي بذاتي، وأيضا حاجة احترام الآخرين لي أنا. ثم بعد ذلك طبعا إذا تحققت هذا التقدير الحاجات نأتي إلى تحقيق الذات، وهذه اللي يعني أستطيع أن أقول ليس الكل يصل إلى هذه المرحلة إلا إذا كان هناك تقدير عالي لذاتي. فأنا إذا كنت مقدرة فعلا لذاتي وقدراتي ومدركة لها، فبالتالي أنا أستطيع أن أرتقي وأصل إلى مرحلة الابتكار والإبداع ومرحلة الثقة بالذات. يقال أن معرفة فهذا الذات في نظري الفرق بين المعرفة وبين التقدير. عفوا أختي. نعم. يقال أيضا أن معرفة الذات أمر صعب جدا، وقد تكون الواحدة منا تحيا وثم تموت وهي لا تعرف ذاتها. إلى أي مدى هذا الأمر صعب؟ أي مدى هذا الأمر صحيح، يعني أنه لا يمكن معرفة الذات؟ هو نستطيع جدا، ولا أعتقد أنه أمر صعب. قد يكون صعب ولكن من السهل تداركه. يعني الصعب في كما ذكرنا لو النافذة المجهولة، إذا تحدثنا عن النافذة المجهولة نعم، أو المنطقة العمياء نعم يكون صعب، ولكن حتى الأشخاص الذين لا يستطيعون، وفي نظري عدم الاستطاعة هي بسبب يعني عدم المواجهة. يعني هناك من الأشخاص اللي يعني يبتعدوا دائما عن التواصل العميق مع الذات. هناك بعض الأشخاص الذين يستصعبوا مواجهة العواطف ومواجهة المشاعر، وهذه طبعا كلها يعني تختلف طبعا بحسب شخصياتنا وحسب ما يعني كينونة أي شخص، ولكن ليست صعبة، بدليل أن هناك يعني الكثير من الأفراد اللي يدرك ويعرف ما يريد، ويدرك أيضا أنه هو لديه مثلا نسبة ثقة عالية أو نسبة احترام عالية. كيف يدرك هذا الشخص؟ لأنه لديه نوع من الاتصال العميق. فهذا في نظري اللي يجعل الفرق بين الاثنين، وهي ليست من الصعوبة. نحتاج ممكن إلى بعض الجهد على التوعية والوعي والتعليم وتثقيف الذات حتى أستطيع أن أصل إلى مرحلة الوعي بالذات. وما هي أسباب عدم معرفة الذات؟ في نظري أول سبب هو الجهل، وعندما أقول الجهل لا أقصد الأمية، أنا أقصد الجهل عدم الوعي. بعض الأشخاص كما ذكرت موضوع الاتصال الذاتي لديهم أو مواجهة العواطف لديهم صعوبة. يعني هناك بعض الأشخاص اللي يغلق هذه النافذة، يغلقها بسبب أنه لا يريد أن يتعمق ويدخل في أمور نفسية وضغوطات نفسية، لا. فهذا نوع من الجهل، أنا أراه أنه نوع من الجهل ونوع من عدم الوعي، لأنك إذا أردت أن تفهم ذاتك لابد أن تكون غير جاهل بها. لازم أن تحاول أنك تقضي على
الجهل بأنك تتعمق في فهم ذاتك، لأنه التعمق في فهم الذات يساعدنا على فهم ذاتي أولا كما ذكرت وفهم الآخرين. أيضا من عدم نعم إنه الجهل وعدم أحيانا يعني هناك بعض الأشخاص أيضا أرى أنه أنت لو تضع نفسك مكان الآخر يكون عليك من السهولة جدا أن أفهم ذاتي وأفهم الآخرين. فأعتقد أنه الجهل والتواصل الضئيل مع الذات هو من أهم أسباب عدم معرفة الذات. أستاذة حليمة، يوجد هناك فئة من الناس يعني يمكن أنها لا تتقبل فكرة أن الذات تتغير بمرور التجارب أو حتى عن طريق أن نطورها، فهناك يحصل صراع نفسي ما بينه وبين داخله في فكرة عدم تقبل هذا التغيير الذي يطرأ على ذاته. رسالتك إليهم؟ التغيير يعني هي نسميها يعني ظاهرة كونية، صح؟ ظاهرة كونية ربانية، لا يوجد شيء يبقى على حاله، سواء تغيير بسبب التنشئة، تغيير بسبب التجارب والخبرات، تغيير بسبب العمر. يعني الآن إذا لو نظرنا إلى كشخصي وشخصك مثلا، أنا في عمر 20 سنة معتقداتي ومفاهيمي وتجاربي تختلف عن عمر 30 وعن عمر 40 وعن عمر 50. فالتغيير يتطلبه الواقع، يتطلبه العمر، يتطلبه الواقع حياتنا. فلا مستحيل أني لا أتغير حتى وإن لم أكن مدركة. يعني هناك أحيانا لا ندرك أننا تغيرنا إلا إذا ذهبت مثلا إلى بيئة أخرى أو إلى مكان غير ما اعتدتي عليه، ستلاحظي هذا التغيير، ستلاحظي أنه هناك فرق بينك وبين ذاتك وذوات الآخرين. لماذا؟ لأنه التغيير موجود أو حصل التغيير، ولكن ربما الإنسان غير مدرك لهذا التغيير، ولكنه موجود. كما ذكرت أنه يختلف بالعمر، بالتنشئة، بالتجارب، بالمواقف الاجتماعية. أحيانا تحدث مواقف في حياتنا، أو سواء مواقف أو تجارب سلبية أو إيجابية، كلها ساعدت على محورة ذواتنا أو على تغيير ذواتنا أو على تغيير حتى كينوناتنا يعني. نعم. فأعتقد أنها تتغير عبر الزمان وتتغير عبر المكان، وعلينا أن نتقبل فكرة أنه التغيير أمر لا بد منه، أمر جذري. إذن رسالتك أستاذة حليمة رمضان في ختام هذه الحلقة في مدة دقيقة، تفضلي. أن نفهم ذواتنا، صعوبة في فهم الذات. هناك الكثير من الأساليب والأدوات التي تساعدني على فهم ذاتي، وأيضا فهم الآخر. وفهم الآخر ليس فقط بسبب الذوات، أحيانا أنا كما ذكرت قبل قليل أحيانا من الضروري أن أضع نفسي مكان الآخر حتى أستطيع أن أفهم ذواتهم، يعني حتى أستطيع أفهم ذات يعني سواء من هم في دائرة حياتي. فأحيانا جدا مهم أني أنا أضع نفسي في مكان الآخرين، وأن أؤمن دائما بأن التغيير ليس شيئا سيئا. التغيير في أغلبه تغيير يعني إيجابي، وهو كما ذكرت هو سنة كونية لابد بإذن الله تعالى أن نؤمن بها، وأن نؤمن بذواتنا، وأن ونعطي لذواتنا الثقة والاحترام حتى أستطيع أن أرتقي إلى مراحل أعلى، وهي مرحلة الإبداع. وأتمنى بإذن الله أن أكون أجبت على أسئلتك أختي العزيزة، وأتمنى أن يكون الجميع بوعي وفهم عميق لذواتهم بإذن الله. شكرا لك أستاذة حليمة رمضان، أخصائية في العلاقات الاجتماعية والأسرية والزوجية والتربية أيضا. بركتي، بارك الله فيك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في برنامج قوارير، وإن شاء الله نكون قد أفدناكم في معرفة ذواتكم. نلتقي وإياكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.